السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل السبانخ. ده انسب وقت ليها ان احنا نفرزها وان احنا نعملها كمان. هنبدأ نجيب حلة بحتة سمنة وشوية زيت. ما تنسونيش في الاشتراك واللايك والكومنتات. ورقة لورا، بصلاية مفرومة. هو الجو البرد ده محتاج الاكل الدافئ ده. وخلونا نرجع كده وصفات زمان. احنا افتقدناها في وسط زحمة الحاجات الجديدة اللي نازلة ترندات وحاجات جديدة نازلة. طبعا افتقدنا الحاجات دي طبعا. فعايزين نبدأ واحدة واحدة كده نعلم عيالنا ان في وجبات واكل بتاع امهاتنا واجدادنا ده. دلوقتي البصلة اصفرت، هننزل بمعلقة صلصة. دي لتعزيز بس اللون بتاع الطماطم مش اكتر. تمام، بنحطها كده نطلع بس المواد الحافظة منها. تمام، هنزل هنا بالطماطم، انا كنت مفرزاها برضو. موضوع التفريز ده مهم جدا وبيسهل علينا حاجات كتير. احسن خضار تفرزيه اصلا دلوقتي في الشتاء، فيلا شجعي كده وقومي يا كسلانه انت وهي. وفرزوا الحاجات اللي انتوا بتحتاجوها دي. التوابل بتاعتنا بابريكا، قالب مرقه دجاج او لحمه، ملح، شويه سكر، بس كده، فلفل اسود. تمام. برضو السبانخ هي مفرزاها معاكم، خضرة وزي الفل. بتتغسل كويس جدا 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 بتقطعيها وبتقطعي معاها كزبرة خضرة. تمام، وتفرزيها. هنديها تشويحة السبانخ مع الطماطم قبل ما نحط الشوربة. تمام، ننزل ميتها كده السبانخ وننزل بقى بالشوربة. تمام. انا مش هضيف ليها لحمة لان احنا هنا يعني ما عندناش حد بيحب اللحمة جوه الطبيخ، فاحنا هنحمرها مثلا. فهنحط الشوربة بس. لو انت حابة تضيفي بقى اللحمة ضيفيها في الوقت ده. طبعا اللحمة تبقى مسلوقة يعني. هنعمل بقى الطشة بتاعت السبانخ اللي تخلي كده ريحتها تجيب اخر الشارع. تمام. فص توم وحتة سمنة بلدي وشوية كزبرة ناشفين. تمام. هنعمل لها كده طشة زي الملوخية، بتدي تيست وطعم جميل جدا. جربيها ان شاء الله تعجبك. وصفة سهلة وسريعة زي ما عودتكم ان شاء الله، وكمان مفيدة وان شاء الله تجربوها وتعجبكم. عملتها جنب شوية رز بشعرية. تمام. ما شاء الله طلعت جميلة. وهنا انا بوريكم ان انا فرطت منها كمان. فيلا شجعوا كده واعملوها، وان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. مع السلامة.